اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من كورس اعلانات ميتا للعقارات من ستيت اديوكيشن. في الحلقه اللي فاتت خرجنا بقاعده مهمه جدا: قبل ما تطلب ليد اسال العميل في اي مرحله، واقف في اي مرحله. النهارده بقى مش هنكرر نفس الكلام، النهارده هناخد القاعده دي ازاي نحولها لحاجه عمليه، لطريقه عمليه. بمعنى اقول ايه للعميل، يعني نفس الكومباوند في التجمع الخامس ممكن يتقال بثلاث طرق مختلفه حسب بقى العميل اللي قدامي. واحد اول مره شاف الاعلان، وواحد شافني قبل كده واتفاعل معايا، وواحد فتح واتساب وسال على السعر. هل الثلاثه دول ينفع ياخدوا نفس الرساله، توصل لهم نفس الرساله، يشوفوا نفس الرساله؟ اكيد لا. ليه؟ لان كل واحد فيهم واقف في مكان مختلف، وده بقى موضوع الحلقه دي. كل مرحله وليها رساله. باختصار شديد، البارد بيسال مين دول، انما المهتم بيسال هل ده مناسب ليا ولا لا، اسعاركم ايه. انما العميل الساخن ده عميل بيسال اعمل ايه دلوقتي، فلازم نساعده. تعالوا بينا نبدا باول فكره. مش كل الناس نفس المرحله. هنطبق ده ازاي؟ عندنا اعلان عن كومباوند في التجمع الخامس. الاعلان ظهر لثلاث اشخاص. الاول اول مره يشوفك، ما يعرفش حاجه عن الشركه، ما يعرفش حاجه عن المشروع، ما يعرفش حاجه عن المطور. ده عميل بارد. الرساله المناسبه لازم تكون تعريف بالمشروع وبالشركه. التاني شافك قبل كده، دخل صفحه، شاف صور، اتفاعل مع اعلان، ده عميل مهتم. الرساله بقى المناسبه ليه ايه؟ لازم تكون تفاصيل تساعده انه يقارن، انه يتحرك. التالت بقى فتح واتساب، سأل على سعر، طلب المتاح، بدأ فورمه وما كملهاش، ده عميل ساخن. الرساله المناسبه ان المبيعات تضغط انه ينزل يعمل معاينه، يعمل ميتنج. لو عكست بقى الرسائل مع الثلاث اصناف دول هتخسرهم. بمعنى ان البارد هيحس انك مستعجل وبتضغط عليه وهو اصلا ما يعرفكش. تعالى بقى نبدل ونقول ان الرساله بتاعت العميل البارد راحت للعميل الساخن. مش هيلاقي خطوه واضحه ياخدها، مش هيلاقي حد يضغط عليه. يا جماعه خلاص انا عرفت الموضوع وعرفت المشروع، بس المفروض اعمل ايه؟ ودي المشكله اللي بتحصل في السوق، ان هم مش عارفين يتعاملوا مع العميل البارد والعميل الساخن. ده ليه رساله وده ليه رساله. وبعدين نقول الليدز مش جاده ليه، مع ان احيانا المشكله مش في العميل، المشكله ان الرساله مش مناسبه للمرحله اللي واقف فيها العميل. ده يخلينا لازم نتعرف على الثلاث انواع بشكل واسع ونبقى فاهمينهم قبل ما نكتب ليهم الرساله الاعلانيه. العميل البارد لسه ما يعرفش حاجه عنك، ولو انت شركه جديده او اول مره بتعلن عن مشروعك، غالبا كل الناس اللي هتقابلها بالاعلان بتاعك هيبقوا باردين. مش عيب، ده طبيعي. هو لسه بيسال في دماغه مين دول، المشروع ده فين، هل الشركه دي حقيقيه، هل الشركه دي هتسلمني، اثق فيهم ولا لا. فما ينفعش اول ما اكلمه اقول له لو سمحت ابعت لي ميزانيتك كام، طب سيب لي رقمك، طب احجز دلوقتي، اصل ما فيش وحدات، طب انزل بص على المشروع. يبقى الصح ان الرساله الاولى بتاعتي تبقى كومباوند هادي في التجمع الخامس، قريب من كل الخدمات، من كل المحاور. لو العميل بقى شاف الاعلان وبدا يتفاعل معاه، دخل الصفحه، الموقع، شاف الصور، ضغط على الاعلان، هنا العميل اتنقل من مرحله انه عميل بارد لعميل مهتم. عشان كده لما بنعرف العميل المهتم بنقول هو حد مش اول مره يسمع عنك، خلاص انت عملت له وعي، فهمته، عرفته، دخل صفحتك، شاف الفيديو بتاعك، شاف الصور، اتفاعل مع اعلانك، بدأ يكتب لك تفاصيل، بدأ يقارن. بس خد بالك من نقطة مهمة، مش معنى ان انا بقول لك ان ده عميل مهتم ان اللايك بقت عقد بيع والكومنت بقت معاينة والضغط على الاعلان بقى معناه ان العميل جاهز يدفع مقدم. هو بس بدأ يهتم، فبقى محتاج تفاصيل تساعده على المقارنة. ابعت له مساحتنا ايه، المقدم ايه، السداد عامل ايه، الموقع قريب من ايه، اعمل له كواليفيكيشن. يبقى العميل المهتم ببعت له رسالة تفاصيل مش رسالة تعريف. شايف بقى الفرق ولا مش شايف؟ بديله معلومات تساعده ياخد خطوة يبقى اقرب لقرار الشراء. يبقى القاعدة المهمة ان العميل المهتم مش محتاج تعريف، العميل المهتم محتاج تفاصيل. بس لو العميل المهتم ده فتح واتساب او قال لي طب انا عايز نموذج بعينه او مساحة بعينها او سعر او مقدم، هنا اتنقل من مرحلة انه عميل مهتم لعميل ساخن. يعني ايه عميل ساخن او هوت ليد؟ هو واحد
اقرب الى قرار الشراء، واحد اقرب انه ياخد اكشن، ياخد حركه، ينزل ميتنج. يعني مش بس شاف الاعلان، مش بس عمل لايك، مش بس دخلك على الواتساب، لا ده عايز ياخد خطوه. يا عم مش فاهم برضو العميل الساخن ده، الله يرضى عنك. طب خلينا ابسطها لك. تخيل واحد دخل محل بس مش واقف يتفرج على الباترينا من بره ولا بص ومشى، ده دخل وسأل الناس اللي بتبيع عندكم مقاس كذا، طب عندكم مكان اقيس فيه. هل ده معناه انه هيشتري؟ اكيد لا طبعا، بس معناه انه اقرب لقرار الشراء من اللي واقف بيتفرج بره. نفس الكلام بقى في العقارات. العميل اللي فتح واتساب وقال لك انا عايز نماذج بعينها او عايز اسعار وقول لي المقدم وقول لي القسط الشهري بتاعي كام، مش شرط ان ده هيشتري خلاص، بس ده اقرب لقرار الشراء من حد شاف الاعلان وما كملش. تعالوا بقى نلم الرسائل دي كلها كده مع بعض ونبص على الخريطه دي كده مع بعض. لو العميل بارد هو عايز يعرفك، يبقى الرساله ايه؟ رساله تعريفيه. ولو العميل مهتم هو عايز يقارن، يبقى الرساله ايه؟ يبقى رساله تفاصيل. لو العميل ساخن هو عايز ايه؟ هو عايز خطوه. بالظبط كده، انت كده ذاكرت خلاص، انت كده حفظت معايا. يبقى الرساله ايه؟ رساله تحريك. يعني نفس المشروع لكن الرساله بتتغير. عشان تعرف تحدد وتصنف العميل خلينا نكون واضحين مع بعض، احنا مش بنقرا نوايا، احنا بنقرا سلوك العميل. وده بينقلنا لفكره مهمه جدا، هي اعاده الاستهداف حسب السلوك. حسب سلوك ايه؟ سلوك العميل. اعاده الاستهداف ناس كتير فهمها غلط، فاكرين ان معناها اطلع بنفس الاعلان تاني لنفس الناس. لا، انا هظهر برساله جديده حسب اخر تصرف للعميل. يعني ايه؟ يعني لو العميل شاف الفيديو اديله تفاصيل اكتر، لو العميل دخل الصفحه اوضح له السعر والمقدم والموقع، لو بدأ محادثه معايا وبقى جدي ما ينفعش ارجعه الاول الرحله تاني. هيبقى محتاج مني ايه؟ هيبقى محتاج مني متابعه، وان اقربه خطوه انه ينزل يعمل ميتنج. يعني لو واحد شاف اعلان التعريف خلاص بقى ما ينفعش افضل اطارده بنفس الاعلان، هو محتاج الرساله اللي بعدها. فكلمة إعادة الاستهداف هنحتاجها قدام شوية في التطبيق. إعادة الاستهداف مش تكرار، إعادة الاستهداف رسالة حسب سلوك العميل. ومن هنا نروح للغلطات اللي مشهورة جدا في الموضوع ده. في 3 غلطات بتحصل في الحملات العقارية. الغلط الأول، رسالة مباشرة لكل الناس حتى اللي أول مرة يشوفك. يعني واحد لسه ما يعرفكش تقول له من أول لحظة لو سمحت سيب رقمك. طب هو يسيب رقمه ليه؟ لا يعرفك ولا اطمن لك ولسه مش فاهم حاجة. ابعت له تكست طمنه وقول له لو محتاج معلومات تاني سيب رقمك. الغلط التاني والمشهور قوي، نفس اعلان اعادة الاستهداف مع ان العميل شافك قبل كده، يعني دخل الصفحة او فتح فورم التسجيل وبعدين تطلع له باعلان اعادة استهداف في نفس الرسالة. طب ما هو عرفك خلاص. الغلط الثالث، نفس الكلام لكل مرحلة، وده بيطلع ليد غير واضح لانك بتكلم البارد والمهتم والساخن بنفس الجملة بنفس الرسالة، فانت مش هتعرف مين داخل يفهم، مين داخل يقارن، مين محتاج تفاصيل، مين جاهز يتحرك وينزل ميتنج. يبقى احنا لو عندنا كومباوند في التجمع الخامس، نفس الكومباوند نفس المشروع نفس المكان، لكن عندنا 3 عملاء مختلفين، عميل بارد مهتم ساخن. لو العميل البارد هتبقى رسالته اللي اول مره يشوفها احنا كومباوند في التجمع الخامس قريب من الخدمات والمحاور وقريب من الجامعه دي وقريب من المدرسه دي وكذا وكذا. كل الكلام ده بيفهمه انت مين ومشروعك فين. انما لو بتكلم عميل مهتم، عميل شافك قبل كده وسمع عنك ودخل الصفحة او دخل الموقع، بتقول له بقى انا عندي مساحات ايه ومقدم ايه والفرق بيني وبين المشروع اللي جنبي ايه والسداد مناسب عندي ليه. خلاص هو عرف اسم الكومباوند وعرف المطور وعرف الموقع، فهو محتاج دلوقتي تفاصيل تساعده انه يقارن ونحوله لعميل ساخن. لو انت بقى بتعمل الاعلان لعميل ساخن، ده خلاص ده عميل ينفع ان انت تقول له ميزانيتك من كام لكام، طب انت عايز تاخد سكني ولا استثماري، طب المساحه دي ولا المساحه دي، طب تسيب لي ارشح لك الانسب، طب ما تنزل عشان نشوف بعينينا. خلاص انت بتقربه خطوه من اتخاذ القرار. يبقى بلغه السوق، العميل البارد انا بعرفه، والعميل المهتم انا بفهمه، والعميل الساخن انا بحركه. يبقى قبل اي حمله اعلانيه، قبل ما تفتح الاد مانجر، اسال نفسك 3 اسئله: انا بكلم مين؟ هو محتاج يعرف ايه دلوقتي؟ والخطوه المناسبه اللي اطلبها منه ايه؟ لو جاوبت على ال3 اسئله دول هتكتب اعلان قوي جدا، لانك بتخاطب كل عميل
في المرحلة اللي هو واقف فيها. في الحلقة الجاية هنقرب خطوة من التنفيذ، وهنبدأ نتكلم عن أهداف الحملات الإعلانية. يعني إيه هدف حملة؟ إمتى نستخدم حملة الوعي؟ إمتى نستخدم التفاعل؟ إمتى نستخدم الليدز؟ وليه اختيار الهدف لازم يكون مبني على مرحلة العميل مش على أرخص رقم في الداشبورد، لأن ميتا في الآخر هتنفذ الهدف اللي أنت هتختاره مش النية اللي في دماغك.